ازيك عزيزي؟ لو أول مرة تشوفني يبقى أنت كده فايتك كتير. بس قبل ما تشوف اللي فاتك ما تنساش ترزع لايك المتين وتشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديو جديد. ويلا بينا ندخل في أحداث الفيلم اللي بتبدأ باتنين أصحاب في منتصف العمر وهم رايحين علشان يقضوا الأجازة مع بعض. وبيبقى كل واحد فيهم عنده بنت في سن المراهقة وبيبقى برضه جايبها معاه علشان تقضي معاه أجازة الصيف. وبيبقى واحدة من البنات هنا دول أعجبت بصاحب أبوها وبقت طول فترة الأجازة دي بتغريه لحد ما دخلت معاه في علاقة. يا ترى بقى عزيزي إيه اللي ممكن يكون حصل ما بينهم؟ تعالوا بقى بينا نشوف مع بعض. في الأول كده بنروح للاتنين أصحاب دول بعد فترة شغل صعبة، والبنتين رايحين يرفعوا عن نفسهم بعد فترة دراسة طويلة. ونتعرف بقى مع بعض على الأربعة دول. بيبقى واحد اسمه داني وبنته اسمها ميلي، وده أنطونيو ودي بنته لورين. بتقعد مالي هنا تسأل أبوها طول الطريق هم قربوا ولا لسه، لكن لورين بقى بتبقى قاعدة بتسمع أغاني ومستمتعة بيها ومش شغالة حاجة تانية. وبعد شوية وقت بيوصلوا على البيت اللي هيقعدوا فيه، وبعدها بينزلوا شنطهم من العربية علشان يبدأوا أجواء الأجازة. بيكون واضح بقى جدا إن البيت اللي هيقعدوا فيه ده قديم شوية، بس عادي مش مشكلة عزيزي. وداني بقى هنا بيخلي بنته تمسك بندقية الصيد اللي دايما بيصطاد بيها لما بيطلع أجازة. المهم البنتين دول بيطلعوا على الأوضة اللي هيباتوا فيها أول ليلة ليهم. وبعد ما يطلعوا هدومهم من الشنطة بتاعتهم فجأة لورين بتصرخ، فبيطلع أبوها أنطونيو جري عليهم. ساعتها بنكتشف إن هي كانت بتصرخ علشان لقوا فار، فبيقعد أبوها بقى يتريق عليها شوية ويخوف فيهم لأنه فار ميت أساسا ومتحلل بقاله فترة. في المشهد اللي بعده عزيزي بيكونوا بينضفوا البيت والمكان اللي هيقضوا فيه أجازتهم، وبيبقوا هنا عمالين يهزروا مع بعض ومشغلين أغاني وبيرقصوا. وبعد شوية بتحاول البنات إن هي تلاقي شبكة علشان يفتحوا الإنترنت، لكنهم لما مش بيلاقوها بيضطروا إن هم ينزلوا ويروحوا عند المقابر اللي جنبهم علشان يلقطوا شبكة. وبعد ما يقعدوا شوية ويرجعوا بعدها مالي بتستأذن من أبوها داني إن هم يخرجوا شوية بالليل يسهروا هي ولورين، فبيوافق داني وأنطونيو ما بيكونش عندهم مانع. وبعد شوية بنشوف جارهم جايلهم وبيكون راجل عجوز وموضة قديمة جدا، وبيسألهم بقى عن نوع ويسكي من سنة 1970. وبنشوف البنات هنا عمالين يضحكوا عليه وعلى طريقة كلامه. ولما الليل يجي البنات بتطلع وكل واحدة فيهم بتجهز سريرها، وبعدها بينزلوا أنطونيو بيوقف لهم تاكسي علشان ياخدهم يسهروا في الحانة. وساعتها بنشوفهم وهم بيغيروا هدومهم في التاكسي علشان يكونوا على راحتهم. وهناك بقى لما وصلوا كل واحدة من البنات بتتعرف على شاب، وبيقضوا بقى وقت لطيف وبيشربوا وبيسكروا وبيسهروا للصبح عزيز. هو بيكون أبو كل بنت هنا بيبقى قلقان عليها جدا وخايف على بنته لأنهم اتأخروا فعلا. وفعلا بتكون البنات عملوا حادثة مع الشباب اللي معاهم، والشباب هنا عمالين يصوروا فيهم. بس هو الموضوع عدى على خير، لكنهم لما رجعوا كان بان عليهم بقى إن هم سكرانين طينة. وتاني يوم الصبح بياخدوا أدواتهم والشنط بتاعتهم علشان يطلعوا سفاري يستكشفوا المناطق اللي حواليهم من الجبال. وأنطونيو هنا بيكون مع مالي وعامل نفسه بيعلمها لكنه بيبقى عمال يتحرش بيها. وفوق الجبل هنا بتكون لورين مع داني مستنيين دورهم في النزول، لكننا بنشوف إن مالي ما عندهاش اعتراض على اللي بيحصل، لا وكمان باين عليها الانبساط. وبعد ما خلصت رحلتهم وراجعين في العربية مالي كانت قاعدة بتبص على أنطونيو وشكلها كده مش قادرة تنسى اللحظات الحلوة اللي حصلت ما بينهم. المهم يا عزيزي لما بيجي الليل بيبقى زي اليوم اللي قبله، بينزلوا كلهم يسهروا في الحانة. وساعتها بنلاحظ إن مالي ابتدت تغير جدا على صاحب أبوها أنطونيو، خصوصا بقى لما شافت واحدة في المكان بترقص معاه، فقررت مالي إن هي تروح له وتطفش البنت وترقص هي معاه. وبعدها بنشوف إن مالي أخدته وطلعت بيه على البحر وبدأت تقلع هدومها وتنزل البحر. وطبعا يا عزيزي أنطونيو بينزل معاها، وانت عارف طبعا ايه الحاجات اللي ممكن تحصل تحت المية. وأول ما يطلعوا بقى مالي بتصرحه إن هي بتحبه وبتقوله إن هي حاسة معاه بالأمان عكس الشباب بتوع اليومين دول، وبتبقى فرحانة جدا بالعلاقة دي. لكن أنطونيو بقى بيكون حاسس إن هو بيعمل حاجة غلط وبيخون صديقه. المهم بعد شوية بيرجعوا على البيت، وبتكون مالي مبسوطة جدا من اللي حصل، وبيكون أبوها هنا مستنيها ولسه مش عارف إيه العلاقة اللي بتحصل ما بينهم. وتاني يوم بتدخل مالي الحمام على أنطونيو وبتقوله إن هو وحشها جدا، لكن أنطونيو ساعتها بيقولها إن هي لازم تخرج دلوقتي. وبعدها بشوية لما ينزلوا يفطروا بنته لورين بتلاحظ إن مالي لابسة شورت أبوها اللي جابتهوله، وبتفضل لورين بقى تبص عليه وعلى أبوها، وطبعا شكها بيكون صح عزيزي احنا فاهمين يعني ايه اللي حصل، بس هي في النهاية مش بتتكلم. والأبهات هنا أنطونيو وداني بيتمشوا على البحر وبيكونوا مستمتعين جدا بالأجواء. بعدها بقى بنشوف مالي وهي لابسة مايو بتحاول تغري أنطونيو للمرة التانية وتلفت انتباهه بجسمها.
وبعدها بتطلب منه كمان يحط لها كريم واقي للشمس على ظهرها. ولما بينزلوا البحر هنا مع بعض بنلاحظ إن لورين متابعة كل اللي بيحصل ده من بعيد. ولما روحوا على البيت برضه مالي مش بتسيب أنطونيو في حاله، وأول ما الكل نام بتدخل مالي أوضته وبيفضلوا طول الليل مع بعض في سرير واحد. ولما طلع الصبح عليهم أنطونيو بيصحيها علشان ترجع أوضتها بسرعة قبل ما حد يصحى ويشوف حاجة أو يشك في أي حاجة ما بينهم. لكن أنطونيو لما بيخرج بيلاقي داني قدام الأوضة بتاعته، بس هو بيقدر يتصرف ويخليه ينزل تحت يستناه وهو مشكش في أي حاجة. لكن لورين بتبقى عارفة كل اللي بيحصل ده، لكن المرة دي بقى قررت تواجهها وتسألها علاقتها ايه بأبوها. فبترد مالي بتقولها ان هي بتحبه وحاسة معاه بالأمان والثقة. لورين طبعا بتتصدم لما بتسمع الكلام ده من مالي، لكن في النهاية بيقرر ان هما يكملوا باقي أيام الأجازة من غير أي خناق. وتاني يوم بيخرجوا على شاطئ البحر، وساعتها أنطونيو بياخد مالي وبيطلعوا جولة بموتوسيكل البحر جوه، ودان ولورين هنا بيكونوا قاعدين مستنيينهم. بعدها لما بيجي الليل عليهم وهم في البيت، لورين بتبقى عايزة تقول لداني على اللي بنته بتعمله، لكنها بتسكت ومش بترضى تفضحها. وبيكون واضح على داني هنا بقى ان هو فعلا مش عارف اي حاجة بتحصل. المهم هم بعد ما خلصوا لعب ورق الكوتشينة مع بعض، مالي وأنطونيو بيقعدوا سوا لوحدهم، وهي بتبقى عايزة تقرب منه، لكن أنطونيو بيكون زهق منها ومن خيانته لأعز أصدقائه، فقرر بقى إن هو خلاص يوقف الموضوع لحد هنا. لكن مالي بتنهار وبتعيط في أوضتها وهي بتتفرج على صورهم سوا. وبعدها بتروح أوضة أبوها وبتنام جنبه، وبتبدأ تحكي له بقى إن هي بتحب واحد جدا بس هو أكبر منها في العمر، وبتقوله بقى إن هو رفضها وجرحها. ساعتها بنشوف إن والدها متضايق جدا، بس مش عشان الموضوع اللي هي قالته له، لأ ده هو بيبقى متضايق علشان هي زعلانة. المهم عزيزي، تاني يوم بيكون قاعد داني مع أنطونيو وبيقول له إن بنته صرحته امبارح إن هي حبت واحد وكسرها. في الأول أنطونيو بيكون خايف لا تكون بنته حكت له على العلاقة اللي ما بينهم، لكنه بعدها بيطمن لما بيعرف من داني إن هو عايز يعرف مين الشخص ده. ولما داني يطلب منه مساعدته، أنطونيو ساعتها بيعمل نفسه عبيط وبيقول له بقى إن البنات حساسة جدا في سن المراهقة ده. فبيقرر داني بعدها يخرج يقعد مع لورين لأنها صاحبة بنته ويمكن حكت لها على حاجة أو يمكن تعرف مين الشخص ده، لكن هي برضو نفس الكلام بتعمل نفسها عبيطة وما تعرفش أي حاجة. في نفس اليوم ده عزيزي، مالي بتيجي وبتحط شنطتها علشان تروح تلعب على الشاطئ مع شاب جديد اتعرفت عليه. فبيسأل أنطونيو داني لو عرف مين الشخص ده، وبعدها بيحاول يفتح موبايلها اللي هي سايباه، لكنه مش بيقدر يعرف مين الشخص ده. بس هو بقى بيكون شاكك إن الشخص ده هو الدي جي اللي بيكون موجود في الديسكو. فبيروحوا على المكان وداني بعدها بيسخن نفسه كده وبياخد له كاسين، وبعدها بياخد الواد بتاع الدي جي الحمام وبيضربه علقة محترمة. لكن الواد ده بيفاجئهم ويفاجئنا احنا كمان وبيقول لهم ان هو معرفش بنتهم لانه شاذ اصلا. وبعدها بيوقفوا انطونيو وبياخدوا وبيطلعوا من المكان. لما بيروحوا بقى داني بيسمع صوت ومن الشرب اللي شربه بيفتكر ان ده الشخص اللي بيضايق بنته، فبياخد البندقية وبيضرب عليه النار، لكنه في النهاية بيطلع خنزير بري. وتاني يوم الصبح بيطلع داني صح أنطونيو وبيقعدوا يفطروا مع بعض من غير ما حد يتكلم. بعدها بيجي جارهم العجوز يقطع الصمت ده ويسلم عليهم، وبعدها بيطلع داني وأنطونيو وجهزوا نفسهم لرحلة صيد في الغابة. بعدها على طول ما تعرفش عزيزي مين اللي قال لأنطونيو كده إن دي لحظة حلوة ممكن يعترف لصديقه على اللي حصل بينه وبين بنته. وداني بقى أول ما سمع منه الموضوع ده اتصدم وما استحملش وقعد يضرب في أنطونيو ويتخانقوا مع بعض. وبعد الخناقة لما رجعوا، أنطونيو طلع أوضته وفتح شنطته وبيلم حاجته فيها، وأبوه هنا بيكون قاعد برا البيت لوحده. بعدها بقى بنعرف إن لورين أقنعته إن أبوها ومالي يرتبطوا، واليوم اللي بعده لورين ومالي بيجوا من برا، وأنطونيو ساعتها بينزل وبيقول داني لبنته هنا إن عندها حرية الاختيار في حياتها وإنه مش إجباري على حاجة هي مش عايزاها. طبعا هما بيكونوا مصدومين من كلام داني اللي ما بيكونش عنده حل تاني. الشكل صاحبه عزيزي كده قال له خليك حلو كده وما تبقاش أناني. ولحد هنا عزيزي بيكون خلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش ترزع لك كلمتين وتقوله في الكومنتات عايز فيلم المرة الجاية.